الدنيا دوارة، وإلا ما قديتيش صواريك تقدر تنعس وتفيق وتلقى راسك بين رجليك، ومن بعد تجي تبدا تبكي وتقول مالني ما عندي زهر. ولكن هذيك الساعة ما عندنا ما نديرو ليك، اللي عطا الله عطاه. اش غنقول لكم البنات، هذه قصة للعبرة. نكرني وداكشي اللي غادي يوقع ليه كان صدمة. ايوا نبدا لكم القصة. والديا تلاقاو عن طريق صاحبة ماما، هي اللي عرفتهم بعضياتهم. ماما كانت صغيرة بزاف وما عارفة في الدنيا والو، طاحت في واحد الراجل نرجسي زهواني ومن وحدة لوحدة، راجل معفر جايل وفاهم، مع وحدة يلا عندها 16 عام. بطبيعة الحال فريسة سهلة، ما غاديش ياخد معها بزاف ديال الوقت. اما ماما وخا كانت قاصر، انما خارجة وضاربة الكرفي على دارهم، هزهم وهز مسؤوليتهم، خدمت عليهم وضربت تمارة، حيث كانوا ناس على قد الحال. داز تقريبا عام على معرفتها بالوالد، حتى طاح الفاس في الراس. صبحت لقات راسها حاملة، هزت التليفون عيطت ليه وقالت ليه اودي راه ما عندي ما نخبي عليك، راني حاملة، وها اش واقع راني قفرتها. واش عرفتي شنو هي حاملة؟ هو قال لها من بعد انت حاملة، شنو بغيتي ندير لك انا؟ اجي نقول لك ياك ما كتسني فيا نجيب دارنا ونجيو لعندكم ونخطبوك ودير لك العرس؟ ها عندي جوج كلمات غادي نقولهم لك وما نفوتهمش معاك، ولدي وجيبيها لي نربيها. يلا ماما بدات كتفتف عليه ويقول لها ايه اللي نطولوه نقصروه، انا اللي عندي قلته لك. قطع وخلاها غتموت بالفقصه. صدمات صدمة عمرها، كون جبرات الارض تشقت وتخشت فيها. بالليل ونهار ولا تهز مسؤوليه ديال دريه صغيره، باها ما تعرفش بيها، دارت بها الدنيا ولات خايفه منه هو اللي ياخدني ليها، وفي نفس الوقت خايفه من والديها اللي يسيقوا ليها الخبار. قالت اش غندير ما غندير نبات مع نصباح. فعلا هزت حوايجها وزادت، مشات عند واحد صاحبتها ساكنه في واحد المدينه اخرى، وقفت معاها ودخلتها لدارهم، وحتى هما الصراحه وقفوا معاها بدورهم وحموها وولدوها، حتى وقفت على رجليها وخرجت تضرب عليا الكرفي وخلتني عندهم، حتى تهلاو فيا وصرفوا عليا ما خصوني من حتى حاجه. وحتى هي كذلك كانت مسكينه كتخدم وكتضرب في تماره وكتجي حتى لعندي، ما خلاتش من جهدها من ناحيتي. هي امي اللي ولدتني، وهما دارنا اللي حليت فيهم عينيا. وحتى الوالد جاتو من جنتي والناس، عمرو ما سول فيا واش ميته ولا حيه، واش واكله ولا شاربه، واش قاريه ولا لا، ولا سول في ماما والو. مشات ايام وجات ايام، ومشات اعوام وجات اعوام، بديت كنكبر ووليت خاصني نفهم، كنشوف كاع البنات عندهم والديهم، ماماهم باباهم عايشين حياة عادية إلا أنا. وبديت كنسول، بغيت نعرف فين خوتي، فين با، فين عائلتنا، فين ما كنهضر كيقمعوني. لا الناس اللي كبرت عندهم ولا ماما كيقولوا لي اش باغي تعرفي، كنقول لهم بغيت نعرف بابا، بغيت نعرف عائلتي، ما كيخليونيش نكمل الجمله. باك كون بغاك، كون راه قلب عليك، باك كون كان مزيان، كون راه كنتي دابا معاه. وكنسقل ما كنعرف ما نجاوب، ولكن انا في نفس الوقت باغي نعرف تا انا شنو عندي. منين كيشوفوني حكرت معاهم كيقولوا لي عرفتي اش غديري، صافي كبري وسيري قلبي عليه وعرفيه هو شكون واش كيسوى. منك ليه ديك الساعه. ايوا كبرت والاسئله ديما في راسي. فعلا شديت الباك وشدبت فيه نقطه مزيانه، صراحه كنت قرايه وباغا نقرا، وهمي الواحد غير انسان نكبر، وحتى انا نولي مسؤوله على نفسي ونسول على بابا ونمشي نقلب عليه. وفي نفس الوقت كنقول كون بغاني كون راه معايا، كون راه قلب عليا، كون سولف عليا. ونهار على نهار ولا صداع بيني وبين ماما، والو قولي لي بابا شكون هو وفين كاين، ديما المشاكل. حتى النهار اللي غادي تستسلم وقالت لي عرفتي شنو غادي ديري، غادي نوري ليك فين كيكون وسيري منك ليه. فعلا داتني لعند البلاصه اللي كيكون فيها،
وانا من داك النهار وانا كنفكر واش نمشي، واش نسول، واش نتقرب منه ولا لا. عقلي كيقول لي من حقك تعرفي شكون باك وعلاش خلاك وسمح فيك، وقلبي كيقول لي كون بغاك كون راه بقى معاك. مالكي مدلوله، مالكي ما مزياناش نسايه. علاش؟ راه هو ليه خلى ماماك وخلاك، وماماك هي اللي ضربت عليك تماره. ايوا بقيت في حيره، وبقيت مضاربه مع عقلي وقلبي بجوج، حتى في الاخر عفست على قلبي ومشيت سولت عليه. عرفت فين كيسكن، حتى النهار اللي قررت صافي خاصني نواجه هاد الشي، لبست وتقاديت وما نعاودش ليكم، وليت على سنقة عشرة حتى كندق عليهم الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون نتيا؟ انا بنت فلان. وهما تصدموا، خليت طيح كتر من نايض، والنايض سخفان كل شي شاد فراسو. ومن زهري انا داك النهار كانت العائله كلها تما مجموعه ديالو، دخلوني وجلسوني ورحبوا بيا وبداو عليا سير وجيب، بحال الا داروا لي تحقيق. بطبيعه الحال فرحوا بيا، عرفوني ما ناقصني خير، لابسه اخر ما كاين، هازه التليفون كيغوت، الهضره كلاس. ما نعاودش ليكم، تختاروني من الدريات غير انا. ايوا منين سالت التحقيق ديالهم عيطوا ليه، قالوا لي جي تجري، راه بنتك عندنا. حتى هو ما كانش من العاكزين وما تعطلش وطار وجا. السيد دخل وسلم عليا وجالس بحال ضياف، كيهضر معايا عادي بحال لا حتى حاجه ما وقع، بحال لا عاد البارح كنا مجمعين. ما عنقني، ما قال لي بنتي سمحي ليا، ما بكى عليا، ما تفاجئ، ما حتى شي حاجه، بحال حتى حاجه ما وقع. ما نكذبش عليكم، انا ما تسرطتش ليا ردات الفعل ديالو، بقيت غير كنشوف فيه. ايوا من تما مشيت في حالاتي، ولات العلاقه بيني وبينه غير في التليفون. اليوم غدا وكنهضروا، اليوم غدا وكنهضروا، وديما المبادره كتجي غير مني انا. كنحس بالسيد ما مرتاحش من جهتي، بحال الا كيهضر معايا بالمسطره وقلم، مع اني فاش كنشوفه مع ولادو كنلقاه كيتعامل بحاجه اخرى، في شكل كيخاف عليهم، حاضن عليهم. برانيه بحال الا غير مبزز راسو من جهتي. واحد النهار طلع لي الزعاف، وبقيت كنهضر انا وياه في التليفون وانا نتفرج عليه. قلت لي علاش كتعامل معايا بحال هكا؟ بغيت زعما قلبو يحن من جهتي، يعرف التصرفات اللي كيدير معايا كيفاش دايرين. ها وانا عينيك ما تشوف غير انا النور. السيد بحال الا كانوا رابطينو، قال لي مالك على حالتك، وانت يلا جيتي على البارح وبغا ديري راسك بلاصتك وبلاصه ولادي ولا شنو؟ ولادي الاخرين فين كنتي شحال هادي؟ علاش ما جيتيش قلبتي عليا وسولتي عليا شحال هادي؟ ها يا الفعله يا التركه. ايوا بقى كيقول لي يا الفعله يا التركه، واش غنقول لكم؟ خلى فيا غير اللي نسى، لا انا ولا ماما حتى هي. بحال الا السيد كان على سبه كيتسنى غير ديك اللحظه، بحال ديك النفاخه اللي صافي وصلت انها تنفجر. ما نكذبش عليكم، كانت صدمه عمري، حسيت بواحد الحرقه وواحد الدل عمرني ما شفته في حياتي. قلتها انتي شوفي، هو اش دار عليا وانا اش درت عليه، في الاخر كيفاش ختمها ليا. هذه هي اخرتي، انا اللي نستاهل، انا اللي مشيت نقلب عليه، انا اللي مشيت حتى لعنده، نستاهل. نهار على نهار العافيه كتشعل ليا في قلبي، ما رضيتش، ما تقبلتش كيفاش تعامل معايا بحال هكا. في الاخر لاح ليا انا اللومه. حاولت نعيش حياتي بحال الا ما كان والو، ولكن غير كنتفكر ديك اللقطه كتشعل فيا العافيه، كنولي بحال في شي حاله لا يرثى لها. انا اللي مدلوله، انا اللي مشيت عنده، انا وانا وانا. واحد الحاله ما تبغيهاش لعدوك. دازت تقريبا عامين، تخرجت الحمد لله وخدمت مهندسه في الدوله. هزيت راسي وهزيت ماما، حيت هي الوحيده اللي كتستاهل. حتى لواحد النهاريات تليفوني كيصوني، قلت الو، شكون ما شكون؟ عائلته، عائلة با اللي بزاف عليه يكون اب. مالك مت مالك، حقا اجي شوفي باك. مالو؟ لا مسكين راه ما بقى عنده حد، ولادو سمحوا فيه ومراته هربت وخلاتو. حقا ولدو داك القمار داليه اللي قدامه واللي وراه وخلاوه بحال الراس اللي ما كاينش. كلشي ما قابل عليه حد. جي شوفي باك. قلت له شنو كتقولوا با؟ علاش انا عندي شي با؟ انا يتيمه. انا با
ما عمرو عرفني ولا فكر يقول اعطيني غير كنيته، وهو عارف انه الا مشى تتوفى ولا وقعت لي شي حاجه ولادو ما غاديش يعقلوا عليا. نوض انا دابا نمشي حتى لعندو برجليا عاوتاني ونعاود داكشي اللي وقع ليا داكشي شحال هادي. لا لا اختي، قطعت اليوم المكالمه، واول حاجه درت بدلت من مرتي. انا اللي ما يعرفنيش فوقت عزو، ما عندي ما ندير فوقت حزو. نهار مديت ليه يديا وقلت ليه اجي نبداو صفحه جديده ما عقلش عليا، جلس كيتنفخ وكيتنطر وكيتنفخ، ولا هو اللي مظلوم. ودابا نمشي تاني انا نهزو، كويتها في قلبي وسكت وقلت الحمد لله على كل حال، ربي خدا لي حقي في الدنيا ومازال حقي ديال الاخره، وديك الساعه اللي كل ذي حق حقه. والله اعلم دابا ما عرفنا واش ميت ولا حي. الا مات هو هداك الله يرحمه وبقى حي هو هداك شغلو هداك. من هاد الشي كامل بغيت نقول للناس اللي في حاله، ماشي اجي وقول بنتي كون اب انت بعدا عاد باش تكون عندك البنت ولا يكون عندك داك الولد، ماشي انت حقهم عليك ما كاينش وانت نهار تبغي حقك تلقاه. راه ما كايناش هادي، راه ما كتدخلش العقل، معادله ليس لها حل. لعب الدور ديالك كأب باش ولادك يلعبوا الدور ديالهم معاك. ما عرفتش بحال هاد الناس اش من قبر غادي يهزهم، والله ياخد الحق في كل واحد سامح في ولادو مازال كيخرج في عينيه وباغي يلعب فيها هو المظلوم. نهار يوقع المشكل ما بينك وما بين مرتك او ما بينك وما بين الام، ما كاين لاش تدخل الدراري بين رجلين، ما كاين لاش تطلقها وتطلق حتى ولادك. حتى الا ما قديتيش تكون راجل كن اب، وحتى المراه الا ما بغاتكش تكون ليها راجل كن اب. هادشي اللي كاين. القصه ديالنا سالت هنا، وقصه للعبره، وكنتمنى البنات الله يسهل عليكم وعلينا. واللي وصلت لهنا ما كرهتش انك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش يوصلك اي جديد، وتقولوا لي في لي كومونتير واش كيعجبكم بحال هاد القصص هادو ديال كيد نسا والمتنوعين والقصار بحال هكا، حيت كاينه حكايات سعيده كندير فيها قصص طوال، وكاينه لينا تيفي هادي ديال اسبانيا كندير فيها قصص صغار. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ويلا هديت هذا المحتوى وإلا كان يعجبكم خلوها لي في التعليق. شكرا لكم بزاف بزاف، تهلاو في راسكم، بسلامه.